السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة قلت أبدأ الفيديو معاكم بحاجة بسيطة كده، روتين بسيط وخفيف. هننضف البوتاجاز قبل ما نحضر الفطار بتاعنا. هنعمل فطار ايه النهاردة؟ بالحاجة سهلة وبسيطة، أي حد حابب يعملها أو لسه مش عارف يعملها يمشي على خطواتها معايا وهتطلع منه مفيش ألذ من كده. تحفة. نخلص غسيل البوتاجاز، نغسله وننشفه كويس، وبعدين نبدأ بتحضير الفطار. هنا أنا بنشفه دلوقتي. اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله. اللي لسه مشتركش يشترك. أي حد يشوف الفيديو بتاعنا يضغط اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد إن شاء الله. هنبدأ دلوقتي بقى في التحضير. الحمد لله كده خلصنا البوتاجاز. معايا هنا في المقلاية نقطة زيت صغيرة، هحط فيها نص كيلو لحمة مفرومة. انا لسه لحد دلوقتي ما قلتش انا هحضر فطار ايه. نعمل مكرونه بشاميل. دلوقتي هنعصج اللحمه. حطيت نقطه زيت عليها اللحمه، وهنا هنعمل البشاميل. حطيت 3 معالق سمنه عليهم 3 معالق دقيق، واقلبهم لحد يا دوب بس ما تسيبيش الدقيق يتحرق، لا هو يا دوب بس تشم الريحه بتاعته ان هو خلاص اتحمر معاكي. وبعدين ننزل عليه باللبن. معايا نص رطل لبن، واقلب كويس عشان ما يعملش اي تكتلات. انا نزلت باللبن كله والحمد لله ما فيش تكتلات في اللبن ولا في اي حاجه، وهوريلك بعد ما اخلصه وهتشوفيه يبقى عامل ازاي. تحطي 3 معالق سمنه عليهم 3 معالق دقيق. هنا انا نقلت اللحمه بعصجها، مهديه النار عليها وبتتعصج. وعلى العين التانية حطيت ميه للمكرونه. شوفي البشاميل بتاعي ضفت له ملح وفلفل اسود بس، محطش للبشاميل غير كده. هنا اللحمة خلاص اهي اتعصجت، حطيت عليها بصلاية متقطعة قطع صغيرة وطماطماية. حابة تحطي فلفل ألوان مفيش مشكلة، بتحطي عادي. فلفل أخضر بتحطي اللي انت حابة تحطيه. أنا ما بحطش فيها غير البصل والطماطم بس. هعصجها كويس لحد ما البصل والطماطم يدبل معايا ويستوي. كده أنا خلصت البشاميل بتاعي. المكرونة دلوقتي هسلقها. المكرونة بتاع البشاميل بتتسلق شوية، بتستوى، تسيبيها لحد ما تستوي معاكي. هنا المكرونة على النار، والبشاميل خلص. شو البشاميل وجماله جميل ما شاء الله. واللحمة خلاص خلصت. لو حابة تحطي فيها الفلفل الألوان بيخليها تحفة. دمج الألوان بقى مختلف مع بعضه، أحمر وأصفر وأخضر، دي بتبقى عطيالها شكل تحفة. هنا المكرونة لسه معايا ما استوتش. خلاص هنا المكرونة استوت اهي، هصفيها. ومية المكرونة ما ترميهاش. انت بتاخدي كوباية من مية المكرونة بتحطيها على البشاميل بتاعك، بتخلي البشاميل تحفة تحفة. هنا انا اخدت معلقتين بشاميل، هقلبهم على المكرونة كلها. كمية المكرونة اللي معايا، انا عاملة نص كيلو مكرونة.
كده انا خلاص غطيتها كلها بالبشاميل اهي. هرص الصينيه، بدهن الصينيه بتاعتي برضو بشاميل. حطي الاول في ارضيه الصينيه بشاميل، وبعدين تحطي اول طبقه من المكرونه. حطي اول طبقه من المكرونه، نرص اول طبقه، وبعدين نحط شويه بشاميل عليها، وبعدين ننزل باللحمه المفرومه. هنا بحط بشاميل، بعدين هنزل باللحمه المفرومه عليها. بعد كده هتحطي باقي المكرونه بتاعتك وباقي البشاميل. انا عامله صينيه صغيره يا جماعه، يعني اللحمه معايا كتير والبشاميل برضو معايا كتير. كانت جوسي وجميله جدا والله، كانت تحفه. هنا خلاص اللحمه، حطيت اللحمه، احط عليها البشاميل بتاعها. حط المكرونه الاول، معلش نسيت، حط مكرونه، حط الطبقه التانية من المكرونه وعليها البشاميل. تحطي بشاميل كتير عشان تبقى معاكي جوسي كده وجميله، ما تقلليش البشاميل بتاعها، تحفه وفي الطعم تحفه. هنا خلاص رصيت المكرونه، وهحط البشاميل دلوقتي. حطيت البشاميل بتاعي وهحطها تتحمر. هنا قلت اعمل طبق رز كده صغير جنب المكرونه، واحمر بطاطس واعمل سلطه، عشان لو في حد مش حابب ياكل مكرونه ياكل رز. هنا حطيت لون زعفران على الرز. دلوقتي الرز مش عارفه يبقى ابيض ولا اصفر ولا برتقالي ولا ايه بالظبط. عطيلي دمج الوان تحفه تحفه. شايفه الوانه؟ لون جميل جميل، معايا اللون الابيض واللون الاصفر، لونه جميل جدا. البطاطس اتحمرت خلاص، والرز خلاص غرفته كده. خلاص فطرنا جاهز. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، مع السلامة.